بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم مرة أخرى في هذا الصرح العلمي المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، المتبادلين فيه، المتحابين فيه، الذين يظلهم في ظله ولا ظل إلا ظله. إخوتي وأخواتي، إن أهم ما يمكن أن يقوم به الإنسان في هذا العمر الدنيوي القصير هو تحسين علاقته بربه الذي خلقه وسواه وأنعم عليه بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإحسان المعاملة مع الله سبحانه وتعالى أساسه الأدب معه، فإن الله جل جلاله يستحق أن يتأدب معه، وهو الذي يقول في نذارة نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهو يستحق صدق التوجه إليه، لأنه يعلم السر وأخفى، وهو مطلع على سرائر النفوس، وهو أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد. وأساس الأدب معه ومنطلقه إنما هو من معرفته، وهذا أول واجب على المكلف، ومعرفة الله جل جلاله. ومعرفة الله ليست مثل معرفة المخلوقين، فمعرفة المخلوقين تتم بواسطة الحس كالنظر والسمع واللمس ونحو ذلك، والله جل جلاله منزه عن الحس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإما بواسطة المثال، فالمحسوس الذي فاتك ولم تدركه إذا رأيت له نظيرا يمكن أن تلحقه به وتقيسه عليه، والله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن تجد له مثالا. فكيف تتم معرفته؟ تتم معرفته بمعرفة صفاته جل جلاله وأسمائه الحسنى، وبمعرفة كلامه، وبمعرفة تشريعه وحكمته، وبمعرفة تدبيره وخلقه، وبمعرفة لطفه ونعمته. فهذه هي عوامل المعرفة. فأولها معرفة صفاته جل جلاله، فمن عرف الله سبحانه وتعالى بصفاته عرف أنه يتصف بكل كمال، وأن كل نقص عليه محال، وأنه ما من وصف هو وصف كمال إلا وهو جل جلاله متصف به. فمن ذلك الأوصاف التي تسمى بالمتقابلات، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها في دعاء السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمعرفتك باتصافه بالأوصاف المتقابلة يدلك على تمام تنزيهه عن مشابهة المخلوقين. فالمخلوق لا يمكن أن يجمع وصفين متقابلين، والخالق جل جلاله أوصافه متقابلة، فالرضا يقابله الغضب، والرحمة يقابله الانتقام، وهكذا في صفاته التي كلها صفات كمال. ومعرفتك بصفاته إنما يكون من خلال الوحي المنزل، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة، أن صفات الله جل جلاله توقيفية، أن المرجع فيها إلى الوحي المنزل فقط. وقال طائفة من أهل العلم من أهل السنة: بل إذا أدركنا أن كل كمال فهو متصف به، فيجوز التعبير عن تلك الكمالات باللغات المختلفة والألسنة المتفاوتة، فلذلك يمكن أن تصفه بأي وصف هو كمال. وقال طائفة أخرى بالتفصيل، وهذا التفصيل أساسه أن ما ورد من الأوصاف ولو بغير صيغة الوصف، كما ورد فعل يدل عليه، أو مصدر، أو اسم فاعل، أو صفة مشبهة من الأوصاف، أو جاء مرة واحدة، أو جاء في خبر آحاد مثلا، فإنه يجوز إطلاقه عليه. وما لم يرد
نهائيا لا بفعل ولا بمصدر ولا بمرة واحدة ولا بخبر آحاد فإنه لا يحل إطلاقه عليه. وقال طائفة أخرى بالتفريق بين الأسماء والصفات، فقالوا الصفات نعم يجوز إطلاقها عليه ولو لم ترد عنه، ولكن الأسماء لا تطلق عليه إلا بما سمى به نفسه وما ورد في الوحي من ذلك. ورجح كثير من أهل السنة أنه لا فرق بين الأسماء والصفات، لأن كل اسم من أسمائه يدل على صفة فأكثر، فاسم الله جل جلاله يدل على جميع الصفات، يدل على الذات وجميع الصفات، والأسماء فيما سوى ذلك كل اسم منها يدل على الذات وعلى صفة من الصفات. ولكن لأهل الحديث تفصيل، فإنهم يقولون إن الأوصاف والأسماء تنقسم إلى 4 أقسام: ما ورد النص به ولا يوهم نقصا، فهذا لا خلاف في جواز إطلاقه بالتسمية والوصف، ما ورد به النص ولا يوهم نقصا. القسم الثاني ما ورد به النص ولكنه يوهم نقصا، فيقتصر على محل النص ولا يتجاوز، بقول الله تعالى: والله خير الماكرين، مكروا مكر الله والله خير الماكرين، خادعون الله وهو خادعهم، هذا يقتصر فيه على مورد النص ولا يتجاوز. القسم الثالث ما لا يوهم نقصا ولم يصح به نص، مثل المتفضل مثلا أو صفة التفضل، فصفة التفضل هي مشتقة من الفضل، والفضل وصف ثابت له سبحانه وتعالى، فهذا المصدر وإن كان التفضل مصدرا آخر لكنه يجتمع مع مصدر الفضل في الاشتقاق، في علم الاشتقاق، ولا يجتمع معه التصريف، وهنا الفرق. علم التصريف يختلف عن علم الاشتقاق، فعلم التصريف يذكر فيه المصدر والوصف المشتق منه والفعل الذي هو مصدره فقط. أما علم الاشتقاق فهو أوسع من ذلك، لأنه ينظر فيه إلى جذر الكلمة وإلى أصولها، إما أن تكون ثلاثية وإما أن تكون رباعية إذا كانت في الأفعال، أو أن تكون ثلاثية ورباعية وخماسية إذا كانت في الأسماء، فهذه هي الأصول، وما سواها هو الزيادات، وهي التي يجمعها قول الخليل بن أحمد رحمه الله: سألتمونيها، هذا يحرز زيادة العشرة. فلذلك المتفضل مثلا إطلاقه على الله لا يوهم نقصا ولم يرد به نص، فهو على هذا القول جائز. القسم الرابع ما لم يرد به نص ويوهم نقصا، فهذا لا خلاف في منع إطلاقه، لأنه ولو صدقت نية صاحبه ولو صدق في قوله لكنه غير أدب معه سبحانه وتعالى لإيهامه للنقص، فالله منع ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فإذا كان هذا ممنوعا للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالأدب مع الله أكبر، لأن المنافقين يقولون راعنا فيجعلونها راعنا ويقفون عليها، والراعن الأحمق، فلذلك نهانا الله عن هذا سدا للذريعة، مع أن الخطاب للمؤمنين لا للمنافقين: يا أيها الذين آمنوا، لكن قصد به سد الذريعة ومنعها بالكلية. وبعد ذلك نأتي إلى معرفته عن طريق كلامه. فكلام الله جل جلاله ينقسم إلى قسمين: إلى كلمات تشريعية وكلمات تكوينية. فالكلمات التكوينية لا حصر لها ولا نهاية، ولا تختص بالنزول على شخص ولا يتنزل بها الملائكة، بل هي خطاب الله للمخلوقات لتكون على وفق ما أراد جل جلاله. وهذه الكلمات التكوينية ليس لها نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. هذه الكلمات التكوينية. وقد بينها بقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا تلحظون الفرق بين قراءتين سبعيتين: قراءة الجمهور وقراءة الكسائي. فقراءة الكسائي
فيكون بالنصب، وقراءة الجمهور فيكون بالرفع. والفرق بينهما في المعنى أن قراءة الجمهور تقتضي ترتب الوقوع على الأمر، لأن الفاء فيها سببية، معناه فبسبب قوله كن يكون، أقصد قراءة الكسائي فبسبب ذلك ينتصب الفعل، قراءة الكسائي فبسبب قوله كن يكون المطلوب. وقراءة الجمهور الفاء عاطفة وهي تقتضي تمام الاتصال، تعقيب والترتيب، تقتضي التعقيب والترتيب، والفاء مقتضية لذلك هنا. فإن حصول الكينونة والوجود بعد أمره مترتب عليه مباشرة. والفرق في المعنى أن التكوين يكون بالكلمات كما تدل عليها آية سورة يونس، وهي قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلماته، فالكلمات بواسطتها يحق هذا الحق. وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الشورى وهي قول الله تعالى: أم يقولون افتراه قل لا، في سورة الشورى يقول الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فالباء هنا سببية، فيكون هذا تفسيرا لقراءة الكسائي. أما كون الفاء عاطفة فيدل له ما ذكر الله في سورة آل عمران في قصة مولد عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن خلق آدم سبق الأمر، فإنه ترك مجدلا في طينته 40 سنة، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ونظير هذا أيضا جاء في سورة مريم في قول الله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والكلمات التشريعية هي التي يتنزل بها الملائكة على الرسل، وقد ختمت بنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات التشريعية الفرق بينها وبين سابقتها الكلمات التكوينية أن الكلمات التكوينية لا يتعداها بر ولا فاجر، وأن الكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. فإذا قال للبر أو للفاجر مت هل يستطيع أن يتأخر؟ لا يستطيع أن يتأخر بذلك. لكن إذا قال للبر صلي يصلي، وإذا قال للفاجر صلي لا يصلي، لأن هذا الكلمات التكوينية. والكلمات التشريعية والكلمات التكوينية كلتاهما راجعة إلى نوع من أنواع الإرادة، فإن الله سبحانه وتعالى له نوعان من أنواع الإرادة: المشيئة على أساسها تأتي الكلمات التكوينية، والأمر على أساسه تأتي الكلمات التشريعية. والمشيئة والأمر كلاهما إرادته، فالمشيئة تتوقف عليها مشيئة المخلوقين، ولذلك قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق مترتبة على إرادة الخالق ومشيئته. والكلمات التكوينية
معجزة، الكلمات التشريعية معجزة كل أنواع الإعجاز، فهي معجزة في التشريع، ومعجزة في التعبير، ومعجزة في الإخبار عن المغيبات، ومعجزة في الإخبار عن ما لم يكن بعد، وهو العلم الذي سيكتشف فيما بعد، الإعجاز العلمي. ففيها الإعجاز كامل من كل وجه. وهذا ليس مختصا بالقرآن، بل كلام الله بالكتب المنزلة كلها فيه هذا الإعجاز. ولذلك صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. ومعرفته بكلامه يقتضي تصديقنا لكل ما أخبر به، ومنه ما وصف به نفسه، وما وصف به نفسه يشمل أيضا ما أخبر عن نفسه بفعله، فلا يقصد هنا الوصف النحوي الذي يقابل الفعل، بل الأفعال كذلك في هذا الإطلاق داخلة في أوصافه. فالرحمة والغضب والمجيء والإتيان والنزول والاستواء وغيرها من الصفات الفعلية كلها ثناء على نفسه، أثنى به على نفسه في كلامه. فمصدرنا لمعرفة كل ذلك هو وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة. فنعرفه بهذه الصفات وبهذه الأسماء، فصفاته كلها عليا وأسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك معرفته بتدبيره لهذا الكون. فهذا الكون العظيم نظرنا إلى أي شيء منه سنرى فيه آية من آيات الجبار جل جلاله. وقد أشار إلى ذلك في كتابه فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فتعرفه بتدبيره لهذا الكون وتصرفه فيه، هذا التدبير الكامل الشامل الذي أحاط بكل شيء علما، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنفق على كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. ورتبه فجعله بأحسن تقويم، الذي يحتاج إلى عين واحدة جعل له عين واحدة، والذي يحتاج إلى عينين له عينان، والذي يمشي على 4 جعل له 4 أرجل، والذي يحتاج إلى رجلين للمشي جعل له رجلين، والذي لا يحتاج إلى رجل للمشي جعله يمشي على بطنه. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. وكذلك ذوات الأجنحة، وأعظمها خلقة الملائكة الكرام، فإن الله قال: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فتدبيره العجيب لهذا الكون بعالميه، عالم الغيب وعالم الشهادة، وبصنفيه عالم الملك وعالم الملكوت، وبعلويه وسفليه، عالم السفل تمثله الأرض وما فيها مما خلقه في 4 أيام سواء للسائلين، وعالم العلو تمثله السماوات السبع الطباق وما خلق فيها من الكون في يومين، فتم بذلك 6 أيام لخلق هذا الكون. وكان العالم العلوي 4 أقسام، والعالم السفلي 4 أقسام مقابلة لها، كما بين ذلك في سورة فصلت فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا القسم الأول الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها، هذا القسم الثاني الجبال، وبارك فيها، هذا القسم الثالث البركة في الأرض، وقدر فيها أقواتها، هذا القسم الرابع، في 4 أيام سواء للسائلين. أما العالم العلوي فيقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يوم. هذا القسم الأول، السماوات 7 سماوات في يوم. وأوحى بكل سماء أمرها. هذا القسم الثاني هو الأمر بالسماء، أمره بالسماء سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يتنزل إلى الأرض بمشيئته ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما تعلم. هذا التنزل الأوامر. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية في غير الصحيح قد احتجب ب70 حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار. لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لا أحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وأوحى بكل سماء أمرها. النوع الثالث: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم. النوع الرابع: وحفظها، الحفظ الذي حفظ به السماوات، جعل السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون لا يصل إليه الناس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهذه 4 أنواع من العالم العلوي تقابل ال4 من العالم السفلي. هذا التدبير بمجرد نظرك إليه تعرف خالقه ومدبره، وهو بالآيات المنظورة، وهي تقابل الآيات المسطورة. فالآيات المسطورة ما تقرأه القرآن، والآيات المنظورة ما تراه الكون. وهذا العالم تتآزر فيه الآيات المنظورة مع الآيات المسطورة، فهي مصدقة لها، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم بعد ذلك معرفته بخلقه، فقد خلقك، وفي خلقتك مررت بكثير من الأخطاء العجيبة. يكفي منها أنك مكثت 9 أشهر وأنت تسبح في بركة مياه، لم تدخل هذه المياه لحظة واحدة في أنفك ولا في عينك ولا في حلقك ولا في أذنك، ولم تتأثر منها 9 أشهر وأنت تسبح في بركة مياه في بطن أمك في المشيمة. فالذي حفظك في هذا المكان بألطافه هو الذي حفظك حتى أبرزك للوجود. وقد مرت خلقتك ب9 مراحل بينها، فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. والمقصود بذلك تناميه من الصبا إلى الشيخوخة. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه 9 مراحل مررت بها، كانت ألطاف الله فيها سابغة عليك. هذه الألطاف هي التي تقتضي حسن الظن به بالتصرف. ثم بعد ذلك معرفته بنعمه عليك، عاملك بأحسن معاملة، تصير وتخالف الأمر وتعصي وهو يراك، فلم يعاقبك، لم يعاجلك بالعقوبة، عفى عنك، سمح لك، غفر لك، ستر عليك في الليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني يغفر لكم. على ما نسرف ونخطئ يداه صحاءان بالعطاء الليل والنهار لا تغضان. على كثرة السؤال لا تغض عطاله، لأنه يبتدئك بالعطية قبل المسألة ثم يلهمك المسألة
ثم يجيب من دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تفضل عليك بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لا بد أن تستحضر عند معرفته بإحسانه إليك جانبين. الجانب الأول جانب الدفع، نعمة الدفع، فقد دفع عنك من أنواع الأذى ما لا يمكن أن تدفعه عن نفسك بوجه من الوجوه. دفع عنك الكفر والشرك بالله، دفع عنك زوال العقل، دفع عنك العمى والصمم وغير ذلك من الأدواء في بدنك، دفع عنك أنواع الأمراض. هذا الدفع يشمل كل ما يحيط بك، لأن الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال إن الله قال وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا الدفع الخارجي. ثم بعد ذلك الجانب الثاني وجانب النفع، فالنفع يقابل الدفع. كم علاك من النعم في إيمانك وفي خلقتك وفي عقلك، ما من شعرة ولا عضلة إلا وهي نعمة مخصوصة، ما من لحظة ولا طرفة عين في عمرك إلا وهي نعمة مخصوصة. لا يمكن أن تعصيه إلا بعلمه، ولا يمكن أن تطيعه إلا بإذنه. ثم بعد ذلك أنعم عليك بإحسان المعاملة في الوعد، فقد وعدك في الدنيا بالمغفرة والرحمة والعطاء الجزيل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا في عكس وعد إبليس، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ووعدك في الآخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعرف إليك في السراء بأنواع النعم التي لا تحصى، وتعرف إليك في الضراء بإنقاذك من كثير من المهالك التي أشرفت عليها. وحين تنقطع عنك الأسباب وتغلق أمامك الأبواب يأتيك لطف من ألطافه جل جلاله فينقذك. كل ذلك يقتضي إحسان الظن به. ومعنى إحسان الظن أن تعلم أن الرب الذي أنقذك من كثير من المهالك قادر على إنقاذك في المستقبل، وأنه تعرف إليك بذلك لتحمده وتشكره، وأنه تعهد لك إن شكرت بالزيادة من الفضل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما تمر به من المشكلات إذا دققت فيه النظر وجدت فيه من الألطاف ما الله به عليم. فما من مصيبة يصاب بها المؤمن إلا وله بها خير. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولهذا نظرك إلى قدر الله الذي هو الخطة الاستراتيجية المسيرة لهذا الكون، القدر والخطة الاستراتيجية المسيرة لهذا الكون، نظرك له تدرك به أن أقدار الله تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول القدر الخير الحلو، وهو ما يمنح الله عباده من الأفضال والنعم التي تزيدهم قربا منه وتعينهم على عبادته وطاعته. هذا قدر خير حلو، فهو خير للمؤمنين لأنه يزيدهم تقوى ومعرفة بالله وقربا منه، وهو حلو لأنه موافق لإرادتهم وأهوائهم ومحبتهم. القسم الثاني القدر الخير المر، وهو ما يصيب الله به عباده من المصائب التي يكفر بها سيئاتهم ويرفع بها درجاتهم ويدفع بها عنهم ما هو أكبر منها. فهذه المصائب هي
من الابتلاء الذي هو الامتحان، ويقول فيها الله جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل مصيبة أصابك بها فقد دفع بها ما هو أعظم، ويكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات في حق المؤمن الذي لا يعترض على قضاء الله وقدره ويرضى بما قدر الله له، فيصبر على القضاء والقدر. وهذان النوعان من أنواع القدر يختصان بأهل الإيمان، قدر الخير الحلو والقدر الخير المر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما القسمان الآخران فهما القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه مما يعينهم على معصيته ويباعدهم عن رضوانه، يفتح لهم من التكنولوجيا، يعطيهم من صحة الأبدان، من الفراغ ما يحصونه به، فهذا قدر شر لأنه يقتضي عقوبة لمن فعله إن لم يتب الله عليه، وهو حر لأنه موافق لأهوائهم ولما يتطلبونه. والقسم الرابع القدر الشر المر، وهو صناديد القدر، ما يبتلي الله به أعداءه من القوارع المهلكات، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. تحطم الطائرات والمراكب الفضائية وغيرها من الكوارث البيئية وغير البيئية، هذه كلها من القدر بالنسبة للكفار، من القدر الشر المهلك. فهي عجلتهم على النار ومات منهم فيها عجله ذلك على النار، ومع ذلك ليست موافقة لأهوائهم ولا ما يتطلبون. فمعرفتك بأقداره ومتابعتك لتدبيره يقتضي إحسان ظنك به. ولذلك يقول أحد الحكماء حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. في أي رحلة سافرت من دفع عنك؟ لم تسقط بك الطائرة، لم تتحطم، لم تبتلع البحار، لم يبتلع الفضاء الخارجي. من الذي دفع عنك؟ الله جل جلاله وحده. لم يلتقى السير من قدرته ولا من لطفه ولا من رحمته ولا من فضله. حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. إحسان الظن به ليس معناه أن تتجاسر على معصيته وأن تستدل بأنه هو الغفور الرحيم. نعم هو الغفور الرحيم، لكن من يستحق المغفرة؟ من يستحق التوبة؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فتذكرك للصفات المتقابلة يقتضي أن تعلم أن حسن الظن به لا يقتضي الجسارة على معصيته، فإنه يقول حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فانظر إلى الصفات المتقابلة، لما قال غافر الذنب قال معها شديد العقاب. كذلك حسن الظن به لا يقتضي أمن مكره، فالجبار جل جلاله مكره هو أنه يمهل ولا يهمل، فهو يمهل عبده ولكنه لا يهمل. فإمهاله للعباد ذكره سنة كونية من سننه في التعامل مع خلقه، فقال وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم معناه يطيل لهم في الفرصة، يطيل لهم في فسحة الأمر، لا يعاجلهم بالعقوبة. إن كيدي متين فجعل ذلك كيده. وكيده ومكره، فمكر الله لا يؤمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وفي مقابل ذلك أيضا لا ييأس المؤمن من روح الله ورحمته. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا فرق بين اليأس والاستيئاس. فالاستيئاس معناه التوهمات والظنون التي هي مثل حديث النفس وقد عفي عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه وهو من 5 درجات. هي درجات عمل الفؤاد 5. أولها الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم. فالهاجس والخاطر وحديث النفس كلها معفو عنها بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. فإذا كان حديث النفس معفوا عنه فما دونه ما تحته أولى. الهم يكتبه الله بالحسنات ولا يكتبه بالسيئات، قيل مطلقا وقيل في غير مكة. وقد صح بالصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فهذا الهم يكتب بالخير ولا يكتب بالشر لطفا من الله وإحسانا إلى عباده، هذا إحسان المعاملة. وقيل يكتب في مكة وحدها لأن الله قال إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعن ابن عباس أن من أراد الشر في مكة متوعد بهذه الآية، وذلك يقتضي أن الهم بالسيئة يكتب في مكة. لكن جمهور أهل التفسير على أن ذلك مقيد لأن الله قال من يرد فيه بإلحاد بظلم، فقيل يختص بالقتل وقيل بالإحداث والابتداع. لكن ما سوى مكة من البلدان لا خلاف أن الهم فيه لا يكتب إلا بالخير. أما العزم فيكتب بالخير وبالشر. إذا عزم الإنسان على خير من الأفعال عزم على خير ولكنه ما قبل أن ينفذه فيكتب له ذلك الخير مضاعف. وإذا عزم على شر فحال بينه وبينه الموت أو أمر طاهر فإنه يكتب عليه لأنه قد باشر ما لم تفعل تعمل أو تتكلم. فالعزم عبارة عن حركة وانتقال من عمل القلب إلى عمل الجوارح. فقد أعطى الدماغ الإشارة إلى الجهاز العصبي للتحرك، فهذه مرحلة العزم التي يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها. حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى أيضا هو لاحق من لواحق محبته، فالله جل جلاله من حقه أن تحبه حب الإلهية، وقد بين الله ذلك في كتابه فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب له 5 أسباب. السبب الأول الجمال، فكل جميل محبوب، كل جميل أيا كان حتى من المخلوقات كل جميل محبوب، والله جل جلاله المتصف بكل جمال، فهو جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. السبب الثاني إحسان المعاملة، فكل حسن الخلق لطيف في التعامل محبوب،
من حسن خلقه للناس من الناس أحبه الناس، لأن حسن الخلق يغطي على كل العيوب. فإحسان التعامل هو مدعاة للمحبة. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فمواضي إحسانه إليك ونعمه التي مضت تقتضي دينا في رقبتك، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. السبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، فأنت ترجو منه في المستقبل الشيء الكثير جدا، وكل من تؤمل منه خيرا تحبه وتحب دوام النعمة عليه حتى يقضي لك حاجتك على الأقل، فذلك رجاؤك في الله يقتضي محبة كاملة له، لأنك هو الذي ترجو منه أن يوفقك وأن يحفظك وأن يهديك وأن يلهمك رشدك وأن يحسن خاتمتك وأن يثبتك عند الموت وأن يثبتك عند السؤال. ترجو منه أن يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ترجو منه أن يعطيك كتابك بيمينك تلقاء وجهك، ترجو منه ستره الجميل في الدنيا والآخرة، ترجو منه أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى وأن يسترك بكرمه سبحانه وتعالى، ترجو منه أن يحشرك تحت لواء الحمد لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاء كثير لا حصر له، هذا الرجاء الكثير يقتضي محبة له سبحانه وتعالى. السبب الخامس والأخير من أسباب المحبة هو العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل هذه العلاقة، والداك تحبهما من أجل علاقتهما بك، ولو ماتا وأنت صغير ولم تعرفهما تحبهما غاية المحبة لعلاقتك بهما. أستاذك ومعلمك تحبه لعلاقة التلمذة، حتى المؤسسة التي تعلمت فيها تحبها من أجل العلاقة بينك وبينها. ولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يحسن إليك قط ولا ترجو منه إحسانا في المستقبل تحبه، لماذا؟ لعلاقته بك. الله جل جلاله علاقته بك أكبر علاقة، علاقة الخالق والمخلوق وعلاقة المالك بالمملوك، هذه أكبر علاقة، فلذلك تقتضي غاية المحبة. هذا الحب إذا حصل فستشاهد ألطافه، وحينئذ يكون ذلك وسيلة لشكرها، وأما بنعمة ربك فحدث. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يتأكد عند الموت، ففي الحياة يبقى الإنسان بين الرجاء والخوف، معناه يرجو من الله أن يوفقه ويرجو منه أن يدفع عنه البلاء، ومع ذلك يخاف ذنوبه وأن يأخذه الله بشيء منها. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيبقى بين الرجاء والخوف دائما إلى لحظة الموت، عندما يقبل على الله جل جلاله فتنقطع عنه الدنيا وأمانيها وآمالها ويودعها خلف ظهره. إذا حشرجت يوم وضاق بها الصدر حينئذ ينفرد الرجاء، فهذا وقت الإحسان، إحسان الظن بالله جل جلاله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تعالى، هذا عند الموت. وذلك لئلا يستفزه الشيطان فيقع بما وقع فيه السابقون، فقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا كان عاصيا لله، فلما أدركه الموت دعا أولاده فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يذروا رماده، يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في لحظة الموت، قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل كان له عذر وهو تمام الخوف من الله، ولذلك لما مات فعلوا به ما أمر، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، ثم دعاه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. اتصف بمقام من الخشية اقتضى منه زوال العقل.
والعقل هو ملاك التكليف، إذا ذهب العقل ذهب التكليف، فلذلك لم يعاقب على قوله الذي هو كفر. بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهر الحديث أنه غفر له كل شيء، ليس فقط غفر له قوله فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، بل ظاهر الحديث أنه غفر له كل شيء. ولذلك فإن الشيطان الذي هو عدوك يكبرك ببناء عظيم عبارة عن سجن من السيئات. كلما عملت سيئة سواء كانت قلبية أو قولية أو بدنية يضع الشيطان لبنا، وهو يبني هذا السور المحيط بك، يريد به قطعك عن الطريق، قطعك عن مواصلة الطريق إلى الله، فيحيطك بهذا البناء يبنيه سنوات من الأمر، فتأتي لحظة واحدة من عفو الله يتهدم هذا البنيان من أساسه ولا يبقى له أثر. لحظة واحدة من عفوه تهدم كل هذا البنيان. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: بنى ما بنى حتى إذا ظن أنما بناه وطيد راسخ الأس محكم، فتلعبه من كل القواعد ما بنى، فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بنات جنوده بنوا كل يوم 1000 بيت مرمم، لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. فالتوبة مقتضية لزوال هذه الذنوب كلها، لأن الله سبحانه وتعالى نادانا نداء كريما فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونادى الكفار فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ونادى المنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. ونادى أصحاب الكبائر بهذه التوبة فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب. يقول الذين يرمون، يقول نعم، يقول إلا الذين تابوا. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله. لا قبلها يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذه التوبة مفتوحة لا يغلق بابها إلا أحد أمرين: أمر خصوصي للفرد وأمر عمومي للناس. الأمر الخصوصي للفرد هو عندما يحشرج نفسه فتصل إلى الترقوتين عند الموت. إذا كان في منقطع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند الموت، فهذا الوقت إذا جاء الأجل فيه لم تعد التوبة مؤثرة، لأن الله قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والأمر العمومي هو طلوع الشمس من مغربها. فإذا جاء بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض آيات ربك وطلوع الشمس من مغربها، فإن للسماء بابا قبل المغرب هو باب التوبة وهو مفتوح حتى إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق، فيسد ذلك الباب إلا بحق من قدم خيرا في حياته قبل الممات. وإحسانك للظن به سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مشجعا لك على الطاعات والتقرب إليه، وليس مشجعا لمعصيتك له. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: إني لا أستطيع صيام النفل ولا قيام الليل فعظني. فقال: إنك مكبل بكبل المعصية فتوب إلى الله واستغفره. قال: عظني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه فاعصيه. فقال: أين أجد مكانا لا يراني فيه؟
ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما بوعره ولا بحر ما بقاره. قال إنك لجسور حين تبارزه بالمعصية وهو يراك وتعلم قدرته عليك. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسمائه ثم اعصيه. قال كيف أخرج من أرضه وسمائه وهو يقول لا تنفذون إلا بسلطان. قال كيف تكون في ضيافته وفي بيته بين أرضه وسمائه ثم تعصيه إنك للئيم حينئذ. قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فاردد إليه كل نعمة أنعم بها عليك ثم اعصيه. قال سبحان الله كيف أرد عليه نعمته وأنا من نعمته خبي من نعمته. قال إنك للئيم حين تقابل النعمة بالمعصية. فلذلك لا بد في إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن يكون حافزا للطاعات وللتقرب منه سبحانه وتعالى. وإذا أحسن الإنسان فإن ظنه بالله أنه لا يبطل عمله وأنه لا يحرمه أجر ما عمل، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب معه وحسن التوكل عليه وحسن الظن به وصدق التوجه إليه، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.